300 هو فيلم ملحمي سياسي في المقام الاول، فكان كونسبت الديكور متاخد دايما من انماط سياسيه. 300 اتعمل ايام جورج بوش، اول ما نخترع فكره المقاومه الخارجيه، يعني احنا هنحارب الارهاب بره. ده كان مش مفهوم، دايما الجيوش بتبقى قاعده يجي حد يحاربها تقاوم، او تبقى جيوش بتغزو. انما هو لا، هو اخترع كونسبت جديد ان انا هحارب الارهاب خارج الحدود، وده كان محتاج يتسوق. تصدير فكره. 300 هو اسطوره، هو مش قصه حقيقيه، واتعملت كوميكس وكان كوميكس رائع، بس الفكره بقى ان هم هنا عرفوا يلبسوها للفكره السياسيه. لذلك مهندس الديكور كان دايما واخد الكونسبت السياسي ده. ساعتها كان مجلس الشيوخ رافض الحرب، فازاي بقى نصور ان اللي عايز يحارب بره الحدود ده هو البطل بتاعنا، وان مجلس الشيوخ دول مش فاهمين ووحشين وفيهم خونه فكره بياخدوا الهيرو كلمة. الامريكي يعني. Then what must a king do to save his world when the very laws he is sworn to protect force him to do nothing?